اركن بس. الحمد لله على السلامة يا باشا. كده 20 جنيه. انت حافظ مش فاهم. ارجع واركن والحمد لله على السلامة بقت ب20 جنيه. انت ما عملتش اي حاجة، مفيش مجهود خالص. بتهيألك، بص حواليك. لو انا مش واقف هنا كنت هتلاقي المكان ده متروس عربيات، وما كنتش هتلاقي حتة تركن فيها شنطة عربيتك. يبقى كل ده له تمن ولا لأ؟ ليه انت بتركن عربيات كتير هنا كل يوم؟ قول يجي 50-60 عربية في اليوم. 50 عربية في 20 جنيه كل عربية، يعني 1000 جنيه في اليوم، يعني شهريا من 30 ل 36 ألف. أوه ماي جاد، ده أنت بتكسب أكتر مني يا جدع. مشكلتك مش في إني بكسب أكتر منك، لأن في ناس كتير بتكسب أكتر منك. مشكلتك إن أنا بمظهري ده أنت شايفني أقل منك اجتماعيا وعقليا وتعليميا، وبكسب أكتر منك. بمظهرك ده إيه الديسكريبشن جوب بتاعتك؟ ركين. المسمى الوظيفي بتاعي ركين سايس عربيات. ركين وبتكسب اكتر من الدكاتره وبدون مجهود يذكر. الشغل والتعب لحمير السوق يا باشا. طب ما هو برضه السيلري على قد التعب يا عم الركين. الكلام ده كان على ايام عبد الغفور البرعي، انما احنا في زمن مستواك التعليمي مش هو الشرط الوحيد للربح. امال يا فيلسوف ركنه العربيات؟ السمسار اللي انت بتروح له عشان يشوف لك شقه ولا عربيه كل تعبه انه بيدور على تليفونه ويجيب لك زبون ويطلب مقابل بدون تعب. اديك قلت معاه شويه ارقام تليفونات على شويه علاقات، انما انت معاك ايه؟ الكلاحه. ربنا وهبني كمية كبيرة قوي من الكلاحة. لو ما استغلتش الكلاحة دي وخليتها تفيدني ماديا يبقى أنا شخص غبي. أنا واحد نقى حتة رايقة وفيها شركات محترمة، عربيات داخلة وخارجة طول النهار، ورزق ربنا بيزيد. والناس هنا برستيج ما بيحكوش معايا في 10 و20 جنيه. ده انت كلح فعلا، يعني ما بتقابلكش اي مشاكل؟ حياتك ورديه؟ يعني اي مشكله بتحصل بتحلها ازاي؟ بالكلاحة على شوية استعباط زي ما انا قلت لك. طب افرض العربيه اتخبطت او اتسرقت، هحاسبك انت؟ طبعا انا المسؤول عن العربية. انت معاك فلوس تغطي الخبطه او السرقه؟ لا طبعا. لو عربيتك اتخبطت بعد الشر يعني او اتسرقت خلال ورديتي وحضرتك عاوز تحاسبني، مش هتلاقي حاجة تحاسبني بيها، وهتكتشف انك بتلف في دايرة مقفولة. يعني اعمل ايه معاك؟ هيبقى قدامك حل واحد، تسامحني عشان انا واحد غلبان وعندي 4 عيال واسرة بجري عليها. يرضيك تحبسني وتشرد اسرة فقيرة زينا؟ ضميرك هيسمح لك؟ لا طبعا. وبعدين هو مش معليك مأمن على العربية ولا ايه؟ طبعا مأمن عليه. طمنتني. معلش انا مستعجل عندي اجتماع. باشا ايدك على 20 جنيه عشان انا ورايا اسرة فقيرة بجري عليها. ده انت كلح فعلا. خد حر ونار في جدتك. ربنا يزيدك يا باشا. زباين اخر زمن منهدة وفرهدة على 20 جنيه. يلا يا بني ادمين ارجع حضن نركن ب20 جنيه يا بلاش. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الراجل كان لسه بيحكي معايا في نفس الحوار زي ما يكون كان قلبه حاسس. ايه ده؟ اعمل فيك ايه؟ عايز تحبسني؟ تعالى. تحب تشرد اسره فقيره و4 عيال ولا تحب تلف في الدايره المقفوله؟ انا بقول تلف في الدايره المقفوله.